السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم فيديو تعليمي لإضافة السيت والأصوات والإيقاعات. أول شي خلونا نبدي بإضافة السيت. نجي على هاي الكلمة اللي مكتوبة سيت بالإنجليزي، هاي اللي جاي أشر عليها، ندوس عليها، نضغط على هاي الحافظة، نضغط على هذا السهم. هنا إذا كنت منزل السيت من اليوتيوب تجي على هاي الكلمة اللي مكتوبة داونلود، هاي مال التحميلات، مكتوب داونلود بالإنجليزي اللي جاي أشر عليها، ندوس عليها راح تلقى السيت هنا، تدوس عليه وينضاف عندك. أو إذا كنت منزل عن طريق الADM أو من التليجرام، الADM هو برنامج، هذا هم تحمل من يم ملفات أو غيره عن طريق المشاركة. بالADM راح هم تضغط على الحافظة مال الADM وتلقاه هنا، وإذا من التليجرام هم نفس الشيء. نجي هسه إضافة الأصوات والإيقاعات. نجي هنا على هاي الخانة مال الأصوات، هاي اللي جاي أشر عليها، هاي الخانة مال الأصوات، ندوس على هاي علامة الزائد، هاي اللي جاي أشر عليها. أو إذا تريد ضغطة مطولة على أي خانة من هذني اللي باللون الأزرق، ضغطة مطولة تضغط على هاي علامة الزائد. هنا تدور على الأصوات اللي منزلهن بيا حافظة، مثلا منزلهن تدور عليهن، تضغط مثلا على السهم، تدور هنا. إذا منزلهن يعني من نفس البرنامج مال الأورج، تضغط على هاي الكلمة اللي مكتوبة انسترومنت، هاي الكلمة تضغط عليها، راح تلقى الأصوات هنا، تدوس عليهن وينضافن عندك، يا صوت تريده ينضاف عندك. بالنسبة للإيقاع، إذا تريد تضيف إيقاع، هنا على هاي اللي باللون الأحمر، هاي اللي جاي أشر عليها، تدوس عليها ضغطة مطولة على أي خانة بهذني اللي باللون الأحمر، ضغطة مطولة تدوس على علامة الزائد. نفس الأصوات، نفس طريقة إضافة الأصوات، هم تدوس تروح على الحافظة اللي منزل بيها الإيقاعات وراح تلقاهن ينضافن عندك، تدوس عليه مثلا ويضاف عندك. هنا إذا تريد مثلا تحفظ السيت، يعني من تخرج من البرنامج وترجع تدخل عليه، ماكو يعني داعي مثلا تضيفه مرة ثانية. نجي هنا على الضبط، هاي اللي مكتوبة ستينج بالإنجليزي، هاي الإعدادات، ندوس عليها. هنا مكتوب عندك الحفظ التلقائي، مكتوب الحفظ التلقائي. شو تسوي؟ تخلي علامة الصح. بعد ما خليت علامة الصح، من تخرج من البرنامج مال الأورج وترجع تدخل عليه، راح تلقى السيت موجود هو. ها ملاحظة، أنا لين جاي أشرح بنسخة أورج 2022 بس ملاحظة، دخلت على أورج 2024 حاليا. بعد ما سويت هنا بالحفظ التلقائي، هاي خليت عليها علامة الصح، وراح تخرج من البرنامج. شو تسوي؟ هاي الحمراء، هاي اللي باللون الأحمر، هذا من تدوس عليها اكو هاي كلمة مكتوبة تيار، تخلي على هاي الكلمة اللي مكتوبة تيار اللي بيها علامة اللي باللون الأخضر العلامة، وتنطي مغادرة على مود من تخرج من البرنامج وترجع تدخل عليه، راح تلقى السيت موجود هو، ماكو داعي تروح تضيفه مرة ثانية. إن شاء الله هذا الفيديو يكون واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.